صباح الفل. كلام يهمك مع هشام أنس. كاس العالم جاي، ومصر دخلت كاس العالم، وفي الحمد لله دول عربية كتيرة دخلت كاس العالم، منها طبعا المملكة العربية السعودية الحبيبة. هقول لكم على حاجة، هي احنا في أشد الحاجة إليها. لو خلصنا منها هتبقى ممتازة في الكورة بالذات، اللي هو أصبح العملية فيها عنصرية في التشجيع بشكل، وعصبية في التشجيع، وفرض فكر على مدير. لأن من مشاكلنا إن احنا بنحب الكورة قوي، فكل واحد عايز المدرب يحط له اللاعب اللي هو على مزاجه. ما ينفعش الكلام ده كله، في مدير. بس قبل ما نخش في الحتة بتاع الإدارة بتاعت المنتخب القومي، سواء المصري أو أي منتخب قومي آخر، طبعا بيهمنا المنتخبات العربية. انت وانت بتحب الكورة فانت ليك فكر، فانت متهيألك انك انت مدرب. فاحنا اصبح عندنا 120 مدرب، 120 مليون مدرب. اذا كان اللي بيشجعوا الكورة في مصر مثلا 30 مليون واحد، 40 مليون واحد، مش عشان ما نظلمش ال 120 في كل حاجة، فاصبح عندنا 30 مليون مدرب او 40 مليون مدرب. ما ينفعش الكلام ده كله. بس اللطيف بقى في الموضوع بتاع الكورة اللي احنا عايزين نخلص منه، انا اقول لكم موقف لطيف جدا حصل معايا شخصي. انا زملكاوي. لما الزمالك خد الدوري السنه دي، وهي يعني احنا يعني جالنا دوري، يعني خلاص اي حاجه. طبعا انا بعشق وبحترم الاهلي جدا، ولو الاهلي لعب اي فريق بره انا خلاص، هو بيعتبر، انا بعتبر اهلاوي. فانا اهلاوي، هو فريق الاهلي بيلعب مع حد بره مصر مثلا، بس الزملكاوي هو الاهلي بيلعب الزمالك مثلا. فيوم ما الدوري اتاخد حصل موقف لطيف جدا. انا كنت واقع على ظهري، كان عندي كسر في ضلعي، فنزلت فيديو كده على الصفحه بتاعتنا، قلت يعني المدرب الوطني انتصر او غيره او الكفاح، او طبعا في كفاح. الدوري بتاع الزمالك السنه دي هو كفاح، لانه ب5% قوه خد الدوري. فلقيت حد لطيف جدا بسبب العنصرية التشجيع دي كاتب لي في الصفحة: هو انت طلعت زملكاوي؟ يبقى شوف مين اللي هيجي لك المطعم يا بليلة. انا مش عارف حاجة، لان مشجعش، انا مش بشجع يعني قوي، يعني انا من زمان خالص بعيد عن الكورة. يعني لا تقول لي عد 3 لعيبة في الزمالك، اقول 2 3 بالعافية بالعافية. فقال لي انت طلعت زملكاوي، تبقى اشوف مين اللي هيروح مطعمك يا بليله. انا مش عارف بليله ده ايه. فاتصلت على واحد اهلاوي قريبي من الاهلاويه المتعصبين، قلت له يا شريف، هو ايه بليله ديت؟ واحد بيقول لي، قال لي ده بليله دي احنا بنقول على بتوع الزمالك عشان احنا، انتوا مش بتوع كوره، ده انتوا تروحوا تبيعوا بليله على عربيات بليله. قلت له طب يا سيدي شكرا. الكسر ضلعي، لا بعرف اتاوب ولا بعرف اكح ولا بعرف اعطس. فكنت بنام على حاجة ناشفة كده. زوجتي الله يديها الصحة طبعا، بعت لها تحية، فهنام على كنبة ناشفة عشان ظهري. فحطيت لي كده بطانية وبنام، وبعدين قالت لي ايه؟ قالت لي تصبح على خير يا بليلة. هي قالت تصبح على خير يا بليلة، وانا قعدت اضحك. فضلت اتألم اكتر من 3 ساعات في ضلعي بسبب البليلة، وبسبب العصبية اللي ملهاش اي لازمة. الكرة في الاخر خالص هي اللي احنا بنهتم بيها ونقعد نتخانق عليها كلنا، دي كلها حاجة كده فيها لعب، وفيها ناس بيستمتعوا وهم بيلعبوا وبياخدوا فلوس طبعا كويسة، ربنا يا رب يكرمهم. بس في نفس الوقت هي مش عشان نتخانق، مش عشان نتصارع، هي بتدي لك نوع من انواع الفن. وبرجع تاني وببعت دعوة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي: جماهير مصر عايزة ترجع المدرجات، وحضرتك وسعادتك تحديات كتيرة خلصتها ما بتخلصش، منها شبكات الطرق اللي كان مش ممكن تخلص خالص. فموضوع تأمين الناس اللي بتشجع كورة دي، لأن المصريين هيفرحوا قوي لما ترجع الكورة، وهتتحل مشاكل الأندية كلها لما ترجع الجماهير للمدرجات، لأن هيحصل دخل للأندية،
ومش هنلاقي نادي زي الاسماعيلي مش موجود. نرجع بقى لكاس العالم الجميل. يا رب يا حسام يا حسن ربنا يكرمك ويوفقك ويوفق لعيبة مصر، والعبوا كرة وخليكوا جراء، دوسوا استمتعوا. احنا مش عايزين كاس العالم بس، عايزين لما كل ما حد يجي جنبك طلع كل مواردك وركز وحط الكرة في الجون أرجوكوا. وكل الفرق العربية يا رب التوفيق. السعودية افتتحت كاس العالم اللي فات وانتصرت على البطل بتاع كاس العالم اللي فات، سبحان الله. فكملوا كله يكمل، العملية بسيطة، ده جون خلصونا واستنوا وادونا حاجة بنحبها وجيبوا جوان واستمتعوا وما تقلقوش، ما تخافش من اي حد قدامك. هو في الاخر خالص انت عندك رجلين وهو كوره وبتاع، ركزوا. وانت يا حسام يا حسن ان شاء الله ربنا ينصرك ويكرمك. الناس بقى اللي يقعد يقول لك انت خدت مين وما خدتش، يا عم انت مالك مدير، انت مالك. في قاعده كده، المدير دايما حتى في الدين بتاعنا، مش هقول لك بقى الجماعه الاجانب بيقول لك the manager is always right، لا ده انت اذا كنتم ثلاثه فأتمروا. دي قواعد إدارية عندنا من زمان، من 1400 سنة. إذا كنتم ثلاثة فأتمروا يعني يكون في واحد مدير أمير على المجموعة. إنما لو كل واحد هيتدخل وأنت يا حسام ما تشغلش بالك خالص، كل مصر معاك وما تشغلش بالك. ولو أنا منك والله لو كل العالم كله هيقعد يكلمني ولا كأني سامع حاجة، ركز بس جيب لنا جوان برضو وربنا يكرمك. وكل التوفيق لفريق مصر وكل الفرقة العربية، فريق المملكة العربية السعودية الحبيبة اللي في القلب. ومع كل ما بنساش دايما فلسطين في القلب، لبنان، قطر، السودان، كلنا واحد. وإن شاء الله كل الفرقة العربية المشاركة تعمل حاجات كويسة. تحياتي، شكرا.